اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الورد، يا صباح النور على عيون أحلى متابعين. وحشتوني جدا 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 من آخر فيديو نزلته، فبجد وحشتوني، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. فقلت بقى أرجع لقناتي وأشتغل عليها، يا رب تكون فتحة خير عليا ورزق ليا، ليا ولعيلتي ولعيالي. بحبكم في الله. ادعولي كده دعوة حلوة من قلوبكم، ربنا يا رب يوفقني في قناتي وارجع اشتغل عليها زي الاول واكتر. ودعوة حلوة لطلاب الثانوية العامة، ربنا معاهم وربنا ينجحهم وينجح مقاصدهم. ودعوة حلوة برضو لأهالينا في غزة، ربنا يفك كربهم وهمهم ويرجعوا زي الأول وأحسن، آمين يا رب العالمين. انا قلت بقى اعمل لكم فيديو تمهيدي علشان ان شاء الله هرجع لقناتي واشتغل عليها اكتر من اول. ودعوة حلوة برضو منكم عشان ربنا يوفقني فيها وارجع زي الاول واكتر واشتغل عليها، وزي ما قلت لكم ربنا يجعلها فتحة خير عليا. طب انتي يا هندي هنا بتعملي ايه؟ هقول لكم انا كنت بعمل ايه. صلوا بينا على النبي، صلوا بينا على النبي. انا كنت بعمل بشوي سمك. انا قمت من النوم الصبح لقيت جوزي جايب لي سمك في قلب التلاجة وبيقول لي اشوي السمك ده. فقلت له ليه اشويه هنا؟ قال لي ايه، شوي بره، احنا ما بنحبوش وعيالك كمان ما بتحبوش. قلت له ماشي، ما انا لازم اقول ماشي، وما انا مش هقول له ماشي، لازم نقوله ماشي. فرحت جبت السمك، غسلته تحت الميه، غسلته تحت الحنفية بالمية، واللهم صل على النبي، وفتحت بطنه ونضفتها وحشيتها من التتبيلة اللي انا عاملاها تمليحة للسمك المشوي. طبعا كلنا كستات بيوت شاطرين، احنا عارفين التمليحة بتتعمل ازاي، من توم لخل الليمون لشطر كمون لكزبرة ناشفة لملح، كل الحاجات دي تحطيها في قلب التتبيله. لما صلى النبي، عايزه تبشري جزر ابشري، عندك فلفل اخضر حطي، مش هيقول لا، مع نقطتين زيت وخل. ليه الزيت؟ بيخلي السمكيه كده طريه كده وايه ومش ناشفه. فطلعت بقى ولحت كده البوتاجاز زي ما انتوا شايفين، البوتاجاز الغاز. اللي ما عندهاش بوتاجاز غاز يا جماعة ممكن تشويه على صاجة فوق البوتاجاز بتاع المطبخ او في فرن البوتاجاز، مش هيقول لا برضو. بس انا عشان عندي الفرن البوتاجاز الغاز الكبير دوت بأنبوبة، فبشوي فيه كل حاجة وبخبز فيه كل حاجة، يعني بجد فرن روعة بجد والله. فرن اي حاجة، دستة رز تحطيها، صينية بطاطس تحطيها، اي حاجة تحطيها في الفرن الغاز دوت. فعملت الاول، حطيت على الصاجة حبة ردة ناعمة مش ردة خشنة، وبعد كده بدرت السمك بالردة زي ما انتوا كنتوا شايفين في اول الفيديو. بعد كده رصيته في قلب البوتاجاز، في قلب الفرن. فلما صلى على النبي، بعد ما رصيته ما قلبتهوش على طول، قلبته بعد ما خد الوش الاسمر اللي انتوا، اللون الاسمر اللي انتوا شايفينه دوت. قلبته بقى على ظهره عشان ياخد اللون الاسمر التاني زي ما انتوا شايفين كده، ورحت مقلباه ورحت مطلعاه لما خد الوش الاسمر من على الوشين زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دي الدقة او التمليحة بتاعت السمك اللي انتوا شايفينها، عشان لما بطلع السمك من الفرن على طول بحطه في قلب التمليحة او الدقة بتاعت السمك. فطبعا ابني عمال يعاكسني بالكاميرا وبالتليفون وكل شويه يقول لي خلصي بقى الجو حر، خلصي بقى الجو حر. والله العظيم والله العظيم الجو كان ولع ساعتها، وكل شويه اتلسع من الفرن، كل شويه اتلسع من الفرن. هنا بقى يا حبايبي كنت بوريكم السمكه عامله ازاي، جميله طريه ومش ناشفه. بصوا هنا بقى كنت قاعده، فابني جاب الكاميرا بالطول مش بالعرض، يعني عمال يزاولني بيها. هنا بقى كنت بوريلكوا السمك بقى والخياشيم بتاعته عامله ازاي، والسمكيه مستويه وطيبه ما فيهاش دم ولا اي حاجه. وبعد كده برضو شويت برضو في الفرن الغاز بتنجان مشوي عشان اعمله بابا غنوج، وكانت اكله